هل تعلمون أن كمال الأجسام مش بس عضلات، ده كمان انضباط وصبر ونظام حياة كامل؟ هل تعلم إن 70% أو 80% من نتيجة كمال الأجسام بتيجي من التغذية السليمة، مش التمرين بس؟ هل تعلم إن الجسم بيبني العضلات بعد التمرين أثناء فترة الراحة والنوم؟ هل تعلم إن كل جسم له طبيعة مختلفة، مفيش برنامج تمرين يناسب الكل؟ هل تعلم إن شرب المياه الكافي يساعد العضلات على النوم ويقلل التعب بعد التمرين؟ الحديد ما بيكذبش، يا تبذل مجهود يا تفضل زي ما انت. كل نقطة عرق بتنزل النهاردة هي شكل جديد لجسمك بكرة. ابن جسمك بس جاب لها ابن عقلك على الالتزام والانضباط. اللي قادر يهز الكسل يقدر يهز الحديد. مش المهم تكون أقوى واحد في الجيم، المهم تكون أقوى من نفسك امبارح. ما تنساش تشترك في القناة وتعمل متابعة وفعل زر الجرس عشان يوصلك فيديوهات جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.